السلام عليكم احبائي متابعينا القناه، وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات مطبخ ذا شيف. النهارده ان شاء الله وصفتنا هتبقى من المطبخ الليبي. تعالوا مع بعض نعرف المقادير وطريقه التحضير بعد الفاصل. انتظرونا، هنعمل مع بعض طريقه عمل المبكبكه الليبي. انتظروني بعد الفاصل. اول حاجه يا جماعه هنجيب حله على النار ونحط فيها مكعب زبده زي ما انتم شايفين. هنسيب مكعب الزبده يسيح معانا وهنضيف معاه سنه من الزيت عشان الزبده بتاعتنا ما تتحرقش. زي ما انتم عارفين طبعا يا جماعه الزبده لوحدها ممكن تتحرق، لازم نحط معاها سنه زيت خفيف. اول حاجه هنجيب عندنا قطع لحمه زي ما انتم شايفين، قطع لحمه مقطعينها قطع صغيره، يعني اكنكم بتعملوا كده بالحله بس هنقطعها قطع اكبر شويه. الوصفه بتاعتنا يا جماعه اللي هي المبكبكه الليبي دي، المبكبكه عامه يعني بتتعمل باللحمه الضاني. عندكم لحمه ضاني يبقى احسن طبعا اطعم من انها بتتعمل باللحمه الضاني، دي الوصفه الاصليه. اما انا عندي لحمه عجالي، لحمه كندوز عاديه، فاستخدمتها في الوصفه. قطعتها زي ما انتم شايفين قطع صغيره واديتها تشويحه لغايه لما وصل معانا اللون بتاعها، اللون البني زي ما انتم شايفين. جبنا قطع من البصل، مقطعنا قطع كبيره شويه ونزلت عليها في الحله. هي وصفتنا كلها هتعمل في حله واحده زي ما انتوا هتشوفوا حضراتكم. وافضل اقلب فيها لغايه لما البصل ياخد من طعم اللحمه زي ما انتوا شايفين كده ويفضل معانا على خفيف. هبدا انزل دلوقتي بورق لوري اقلب. هديها سنة كاري تدي طعم حلو قوي قوي للوصفة، وفي نفس الوقت بتلونها معانا. تمام كده. رشة من جوز الطيب، رشة خفيفة يا جماعة، ما نكترش من جوز الطيب، رشة خفيفة. ونقلب. هنبدأ دلوقتي ننزل عليها بشوية من المية السخنة لغاية لما تغطي نص اللحمة. وأهم حاجة في الوصفة قبل ما هنكملها نتأكد إن اللحمة بتاعتنا استوت تماما، أو يعني 3/4 سوا أو شبه سوا كامل يعني. هنغطي عليها دلوقتي ونرجع لكم بعد تستوي معانا اللحمة شوية. وزي ما انتم شايفين حضراتكم اللحمة زي ما انتم شايفين كده بتغلي معانا. واهم حاجه نتاكد زي ما قلت لكم ان اللحمه استوت، ان لما هنحط بقيه المكونات المكرونه او صلصه الطماطم المكرونه ما بتاخدش معانا سوا خالص. فاهم حاجه نتاكد ان اللحمه بتاعتنا استوت تمام. هنبدا دلوقتي بعد ما اتاكدنا ان اللحمه بتاعتنا استوت هننزل بعصير الطماطم، عصير الطماطم، وننزل عليهم بالفلفل الحامي. طبعا ان الوصفه دي معروفه بانها بتكون معموله بالفلفل الحامي، برضه لو مش حابين ممكن ما تحطوش. هنضيف الملح، شوية فلفل اسود، شوية كمون، ونقلب. هننزل دلوقتي بمكعب مرق الدجاج، وبعد كده يا جماعه زي ما انتم شايفين نزلنا بالمكرونه. هتبقى ني في ني زي ما انتم شايفين كمكرونه نيه. هي كل حاجه احسن حاجه في الوصفه دي هي حله واحده بس اللي هتستخدموها. نزلنا بالمكرونه بتاعتنا، واهم حاجه قرن الفلفل الحامي زي ما انتم شايفين اخضر. هنغطي عليها ونسيبها لغايه لما تستوي. وهنعرف دلوقتي سبب تسميه المبكبكه. زي ما انتم سامعين كده الصوت يا جماعه بتاعتها، الصوت بتاعها بيبقبق كده، فعشان كده سميت الاكله دي بالمبكبكه. وبتبقى فيها زي ما انتم شايفين الصلصه كده فيها عايمه، المكرونه عايمه في وسط الصلصه. ودي وصفتنا سهله بسيطه وما بتاخدش وقت. يا رب تكون وصفه عجبتكم ونالت اعجابكم وجربوها، هتعجبكم جدا جدا جدا. ما تنسوناش في الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصل منا كل جديد ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.